السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احسن اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قبل ما نبدأ الفيديو كده نصلي على الحبيب. بسم الله ما شاء الله، عزومات رمضان ورايح رمضان الحلوة وحبايبنا اللي بيجوا بيشرفونا وبيملوا علينا البيت، والبركة اللي مالية البيت يا رب يديمها علينا وعليكم النعمة يا رب. زي ما انتم شايفين دلوقتي بحضر بقى لأحسن عزومة. طبعا أهلي كانوا جايين لي بقى وقلنا ايه نعمله كده. أحلى غدواية حلوة مع بعض. زي ما انتم شايفين أنا عندي بطتين اللهم بارك. غسلتهم ونقعتهم في محلول النقع بتاعتنا عادي خالص، اللي هو ملح دقيق سكر وكمان شوية جنزبيل وليمون. وكمان عندي لحمة زي ما انتم شايفين، انا عندي لحمة اللي انا بقطعها دي اسمها قشرة اللوح. افضل قطعية لحمة موجودة في العجل. دي ما بتاخدش وقت خالص لاني هحطها في البرام ومش عايزاها تاخد وقت معايا خالص خالص. وكمان فيها نسيرة جيلاتينية بسيطة كده، تبقى طعمها حلو جدا. قطعت كده زي ما انتم شايفين. الحلل الكتير اللي على النار دي حطيت حلة البواخر اللي انا اصلا كنت عاملة شوية قدوسية هوبخهم. والحلة التانية نبدأ على طول في اللحمة من غير أي مقدمات، والحلة اللي في النص دي نسلق فيها اللحمة. عملت لحمة مسلوقة وكمان عملت لحمة في البرام بالخضار اهو زي ما انتوا شايفين. دي قشرة اللوح قطعتها اهو زي ما انتوا شايفين كده، القطعة على قطعتين. ودي هتبقى اللحمة اللي موجودة في الخضار اهو زي ما انتم شايفين كده. بنزل بمعلقة سمنة بلدي كبيرة، وبعد كده بعد ما تسخن جامد قوي اروح حاطة على طول اللحمة بعد ما اكون شطفتها. وطبعا ما اقلبهاش خالص على الناحية التانية غير لما احس انها لونت من الناحية الاولانية، يعني بالظبط يعدي 5 دقايق كده وبعد كده ابدأ اقلبها. زي ما انتم شايفين ابتدت تاخد لون كده زي لون التحمير الجميل بتاعنا. فبدأت ان انا اقلبها كده على الناحية التانية اهو، واحدة واحدة بالراحة خالص عشان ما تطرطش عليكي اهو، عشان هي بتبقى سخنة جدا. زي ما انتوا شايفين انا كده قلبتها على الوش التاني. دلوقتي بدأت ان انا اقطع البصل مكعبات عادي خالص، عايزة تقطعيه جوليان عادي خالص زي ما تحبي. بس التقطيع بحب ان انا اقطع البصل مكعبات صغيرة كبيرة ما تفرقش، مش مشكلة. لان اصلا اللحمة بتاخد سوا زي ما انتم عارفين. حلة البواخ شغالة بقى عمالة تغلي على آخرها. أول ما تطلع كده البخار والبخار يطلع منها أبدأ على طول أنزل بالقدسية المتفرزة عندي. حطيت فلفل أسود، حطيت حبهان بودر، حطيت كمان شوية قرفة، حطيت بهارات لحمة، حطيت كمان ايه تاني، جوز الطيب. يبقى فلفل اسود جوز الطيب حبهان باودر. وكمان زي ما بقول لكم كده طبعا احنا قلنا الفلفل الاسود شويه قرفه بس. وبهارات اللحمه بدات كده ادور اللحمه بتاعتي وريحتها بدات طلعت، يا سلام يا سلام. دلوقتي الميه غلت بتاعت البطه. بدأت كده أسقط البطتين الحلوين اللهم بارك اهو زي ما انتم شايفين، بط بلدي بسم الله ما شاء الله. حطيت بقى طبعا بقى حطيت الحوايج بتاعتها وكل حاجة. استناها ما احطش اي توابل ولا احط البصل ولا احط اي حاجة غير لما اطلع الريم ده. لازم لازم مينفعش ابدا ان انا اسيبها كده بالريم بتاعها. وللحمة نرجع تاني. حطيت زي نص معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وحطيت معلقة كبيرة من الصلصة زي ما انتم شايفين كده. تديها لون قوي، اللون تحفة وطعم خطير الصراحة. حتة التوم والصلصة. بدأت كده أجيب، بصوا بسم الله ما شاء الله، أنا عندي طبعا القدوسية كانت متفرزة في الفريزر. بدأت كده إن أنا أحطها واحدة واحدة. وهنا نزلت بعصير الطماطم، نص كيلو من الطماطم عصرته تقيل وحطيته. وببدأ بقى أزود من الشوربة. الأول بخليه شكشك مع نفسه كده إيه بالصلصة التقيلة دي واغطيه. وبعد ما الاقيه بقى خد اللون واللحمه خدت اللون الاحمر الجميل بتاعنا ده، نبدا بقى نزودها شوربه. ما نزودهاش ميه. ما عندكيش شوربه زودي ميه مفيش مشكله. هنا بقى بحط بهاراتي. حطيت شويه من الطماطم المضروبه في الخلاط، حطيت فلفل اسمر، حطيت ورق لوري، حبهان مطحون وكمان الملح او مكعب المرق اللي عندك، وتزودي ملح زي ما تحبي.
هو كده البط اصلا بيبقى فيه دسم كتير، فطبعا مش عايز بهارات، هو اصلا مبهر نفسه بسم الله ما شاء الله يعني. بغطي اهو الحلة زي ما انتم شايفين، ونرجع للحمة بتاعتنا بتغلي على اخرها اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله بقت ايه، خلاص الدنيا تمام، اللحمة عندي استوت خالص واتنهت. فبدأت بقى انزل بالخضار بتاعي، بسلة طبعا انا مفرزاها بالجزر، كوسة، بطاطس، عندك فاصوليا حطي، عندك خرشوف حطي، اللي انت عايزاه. بصي الخضار كل ما كتر كده كل ما طعمه بقى ألذ. مش قادرة اقول لكم الحلة دي ما قعدتش يوم كمان، اتاكلت في ساعتها. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، حطيت مكعب من المرق. دلوقتي بعد بقى ما البواغ بتاعي اشتغل كده والبخار طلع منه وسويت لي القدوسية بتاعتي، بدأت بقى ان انا اردها الردة التانية. فاخدتها على صينية كده زي ما انتم شايفين، هي اصلا دي بدوب مش مستحملة إيه حتى مسكة ايدي. هعمل بقى شوية مخروطة وكده، عسل نحل كده او قدوسية زي ما بنقوله مع الشوربة. انا اسكندرانية بس يعني ايه دلوقتي بقت مخلطة نص نص. فالبحارة بيشربوها مع الشوربة. حطيت سمنة بلدي، كوباية كبيرة من السمنة البلدي اهو زي ما انتم شايفين. بدأت كده ان انا ارد المخلوطة بتاعتي. بصوا لونها بقى عامل ازاي، الخير بسم الله، بسم الله ما شاء الله. بدأت اردها، بصوا بقى شايفين شكلها عامل ازاي، تحفة. ورديتها باللبن زي ما انتم شايفين. فطبعا سمنة واللبن يعني خراب بيتك يا وجران، بس بسم الله ما شاء الله كانت حاجة تحفة تحفة تحفة. كمان كنت عاملة صينية بشاميل، طبعا ما يختلفش عليها اتنين في العزومات. فعملت البشاميل بتاعي وبدأت كده ان انا حطيته في الصينية من تحت، ورصيت طبقة المكرونة الأولانية، حطيت طبقة اللحمة المفرومة، وغطيتها بالبشاميل وحطيت لها بيض على الوش. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، ولا جبن بقى ولا غير. ده أكلنا النهاردة. عملت برام رز اهو برضو زي ما انتم شايفين، وعملت سمبوسة، ودي كان أكل النهاردة. يا رب يكون عجبكم. برام خفيف اهو، دي اللحمة المسلوقة والشعرية اللي احنا عاملينها، وبرامة الرز وسلطة والخضار اللي تحفة، وشوية بتنجان حلوين ومخلينهم بقى، وايه ما اقولكوش، شوية ليمون اصفر، بسم الله ما شاء الله. والحلو بتاعنا زي ما انتم شايفين بقى، طايف على كنافة على سابليه، يعني كانت الدنيا بقى ايه ضرب نار. وكمان عملنا الكنافة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. كنافتي ما يختلفش عليها اتنين، حشيها بقى بالقشطة، فكانت تحفة. مستنياكم في لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم جدا، وكل سنة وانتم طيبين، واستنوني في الفيديو جاي هيعجبكم جدا.